عارف إن في 80,000 مصنع صيني بدأوا يخرجوا بره الصين؟ إحنا مش بنتكلم عن مجرد تجارة، إحنا قدام نزوح صناعي عالمي قيمته بتتعدى ال 500 مليار دولار. الصين بتهرب من الجمارك الأمريكية والأجور الغالية وبدأت تدور على بيت جديد. السؤال هنا، ليه مصر هي الجوكر اللي لازم يكسب التورتة؟ ليه مصر بتكسب في الوقت والتكلفة؟ الموضوع حسابة مكسب وخسارة. الأجور، العامل في الصين بياخد $1000، في مصر العامل الفني بيتكلف من $200 ل $300، يعني توفير 70%. شحن الحاويات من الصين لأوروبا بياخد 40 يوم، لكن من مصر بياخد من 3 ل 5 أيام بس. انت مش بس بتوفر وقت، انت بتقلل تكلفة شحن والمخزون، وده اللي بيخلي البراندات العالمية بتضغط على المصانع الصينية انها تنقل لمصر. طيب ايه اللي مصر بتقدمه على الترابيزة؟ اتفاقيات تجارية، احنا بنوصل ل 2.3 مليار مستهلك حوالين العالم بدون جمارك بسبب اتفاقيات مع أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. قناة السويس 12% من تجارة العالم بتعدي من قدامنا. المصنع الصيني هنا بيوفر 15 يوم شحن مقارنة بخروجه من موانئ الصين. الكويز والجمارك الصفرية، في ورقة رابحة مصرية اسمها اتفاقية الكويز. الصين عندها مشاكل مع الجمارك مع أمريكا وبتوصل ل 25%، لكن المصانع الصينية نقلت إنتاجها لمصر. بيدخل السوق الأمريكي بجمارك من 0 ل 10%. دي ميزة تنافسية مستحيل فيتنام أو الهند تقدمها بنفس القوة. الثورة الرقمية والجمارك ما فيهاش روتين. زمان كان المستثمر بيخاف من روتين المواني، بس النهاردة الجمارك بقت ديجيتال بمنصة نافذة. تم ربط كل المواني بمركز واحد بشباك واحد رقمي بنظام ال ECI، التسجيل المسبق. المصنع الصيني بيبعت بيانات شحنته قبل ما تتحرك من شنغهاي، وفضل رقم UCR بقى كل شحنة بصمة رقمية بتسهل تتبعها عالميا وسرعة دخولها للمسار الأخضر. النتيجة الإفراج الجمركي بقى بيخلص في ساعات بدل أسابيع. تصنيع مش تجميع، معركة التكنولوجيا. بس خلي بالك إن إحنا مش عايزين مجرد مفكات تربط قطع جاية من بره، الخطة هي نقل التكنولوجيا. مصر من أكبر منتجي الفوسفات في العالم، وده أساس صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ال LFP. بدل ما نصدر الفوسفات خام، المصنع الصيني يجي هنا يحول لمنتج نهائي. احنا بنستهدف المنسوجات والأجهزة المنزلية زي تجربة هاير في العاشر من رمضان، وصناعة الإلكترونيات اللي خلت صادرات فيتنام تنط 114 مليار دولار لأمريكا بس. منطقة تيدا في السويس فيها 140 شركة باستثمارات 106 مليار دولار، بس احنا محتاجين 10 مناطق زيها. الأرقام بتقول لو جذبنا 5% من مصانع الصين المهاجرة، صادراتنا هتزيد 20 مليار دولار سنويا، وهنخلق مليون فرصة عمل. احنا عندنا الموقع والاتفاقيات والسيستم الرقمي، اللي ناقصنا هو سرعة في منح الرخصة الذهبية وتجهيز الكوادر. المستقبل مش مستني حد، والمنافسة مع فيتنام والمغرب شرسة. لو ركزنا على التصنيع المتكامل واستغلنا الUCR والتحول الرقمي في مصر، هتبقى القلب النابض لصناعة المستقبل. تفتكروا ايه اللي منعنا نكون زي فيتنام النهارده؟ الروتين ولا نقص الكوادر؟ مستني رأيكم في الكومنتات.